السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى جبت لكم وصفة كنتاكي الأصلية، وللأمانة أنا جايباها من واحد على اليوتيوب اسمه أستاذ محمد. هو ده كان شغال مدير كنتاكي ذات نفسه. فأنا بقول لكم للأمانة دي الوصفة والله الأصلية، وانا جايباها منه بصراحة وبنقلها لكم علشان اللي ما شافهاش يشوفها. بجد والله العظيم تحفة، ما تفرقش عن بره حاجة خالص. شايفين من جوه عاملة ازاي التتبيلة بقى ماسكة فيها كده، والكريسبي مش معضم ولا ناشف. وهقولك التكة بقى ايه اللي انتي ما تخليكيش قطعة البروست تعضم منك. اول حاجة بقى كده تصلوا على الرسول وتعالوا معايا معلقة شطة كبيرة، معلقتين بابريكا كبيرة، معلقة توم باودر كبيرة. وطبعا هندخلهم من تحت الشواية يتحمصوا مفيش ثواني كده، او تقلبيهم يتحمصوا بس تحميصة خفيفة كده عشان تديكي نفس نكهة التوابل اللي احنا بناكلها بره. إيه دي عندي بقى فرخة هي صغيرة، كيلو ونص او كيلو 700 او كيلو 800 اخرك يعني، ومقطعها 10 قطع. وطبعا دي حتة الصفيحة اللي هي فوق الدبوسة، وكسرها كده من عند العظمة اللي انا موريها لكم في الفيديو بالفيديو ده. هحط بقى عليه، وطبعا غسلها كويس جدا، احط عليها التوابل اللي انا حمصتها، ونحط عليهم كوبايه ميه حوالي 100 جرام كده. ونظبط الملح بتاعنا ونقلبها ونسيبها في التتبيله لمده ليله كامله. تمام، لازم تسيبيها لمده ليله كامله عشان تاخد من طعم التتبيله. خلاص الفراخ عندي خرجت بقى اهي من التتبيله، ونحطها بقى في مصفى كده تصفي الميه دي منها، وعشان التتبيله تفضل ماسكه معايا. بقى معلقتين نشا كبار، معلقه صغيره من الكربوناتو، وملح، ومعايا كيس بيكنج باودر على النص كيلو دقيق، ده طبعا البريدنج بتاعها. ونظبط الملح، ونحط كمان معلقه توم باودر كبيره. وهنزل لكم كل ده في صندوق الوصفه. هقلب الدقيق بقى كويس اللي انا قلت لكم حطيت على كيس بيكنج باودر، معلقه كربوناتو صغيره، معلقتين نشا كبار، وظبطت الملح بتاعك. وعندي ميه بتلج اهي جنبي. وطبعا الفراخ انا بصفيها اهو تحت، حاطه تحتها حله تنزل ميتها بس، والتتبيله هتمسك فيها. قلبي بقى المكونات بتاعتك، وطبعا معلقه توم باودر كبيره، وظبطي الملح في الدقيق. هنيجي بقى عندي اهو، طبعا حطي في حاجه واسعه شويه عشان انا ربطت نفسي بالبوله دي اللي حطيت فيها الدقيق طبعا، فكان الدقيق بيطلع ومكنتش عارفه اقلب الفراخ كويس. عشان تعملي قشور كويسه للفراخ، حطي بقى الفراخ بتاعتك نزليها كده في الدقيق 10 قلبات. ويعني حاولي ان انت تضغطي على حته الدجاج كده بصوابعك كده زي ما انت شايفاني بعملها في الفيديو، علشان قشره الدقيق تتقشر معاكي. طيب انت لما تعملي القطع وتيجي تحطي بقيه الفراخ تدخلي الدقيق تاني، ما تسيبيش القطع فيه اللي نازله اللي هي المتكتله الميه دي بالدقيق تسيبيها، لا، علشان ما تخليكيش حته الفراخ كده معضمه. لازم تدخلي الدقيق لما تيجي تحطي دور فراخ تاني. هحط بقى الفراخ ننزلها بقى في ميه بتلج بعد ما حطيناها في الدقيق في ثواني كده، وتشيليها وترجعي تقلبي تاني 10 قلبات. طبعا انا في كل ده حاطه حله الزيت على النار تسخن، لازم حاجه غويطه وزيت غزير علشان تطلع معاكي. يعني انا حطيت في الحله دي ازازه زيت كامله، وبرجع طبعا اقلي بيها تاني، طبعا مره تانية بقى اقلي بيها سمك، اقلي بيها بطاطس كده، وتقلبيها برضو 10 قلبات، وتنفضيها من الدقيق عشان تعمل لك القشره بتاعه قطعه البروست اللي بنشوفها بره دي. شايفين اهي عملت لي بقى ده الكفر بقى بتاعها كده تمام قوي. وشايفين القشور بتاعتها عامله ازاي. طبعا الزيت بقى انا بسخنه جدا وانا شغاله، من قبل ما اشتغل في الحاجه بحط الزيت على النار، علشان لازم تحطي قطعه الفراخ كده الزيت يفور، علشان هو ده التسخين المطلوب للزيت، عشان قطعه الفراخ ما تعضمش منك وتنشف لو انت حطيتها في زيت مش سخن قوي. هنسيبها قد ايه بقى؟ هنسيبها ربع ساعه. تمام كده، تمام. وانت يعني ما تقلبيهاش لما تحسي ان هي خلاص بدأت بقى خلاص بقت تاخد الكفر اللي هو الناشف ده، تحاولي تقلبيها بقى. طب لو انت عايزه تخزنيها هتطلعيها ابيض من كده طبعا، وتسيبيها تبرد وتحطيها في الفريزر، وتطلعيها على التحمير برضو، تسخني زيت وتحمريها تكملي تحميرها. يعني ما ينفعش نحطها في الدقيق كده وندخلها على الفريزر، لا طبعا هتعجن منك لما تيجي تحمري. لازم تديها تقلبتين في الزيت الاول. طبعا هنا عملت بقى شويه رز، ده مش ريزو، ده انا عملت رز كده بصوص كاتشب بشويه توابل فراخ. انما طريقه الريزو بقى الحقيقيه هنزلها لكم برضو. شايفين الشكل النهائي. وطبعا طلعتها على مصفى كده او حاجه لازم تفرطيها عشان تفضل كريسبي معاكي.
زي ما انتوا شفتوا في الفيديو. جربوها ان شاء الله هتعجبكم والله جدا. انا طلعتها طبعا عشان ما كانش عندي شبكه، طلعت على شبكه الفرن وحطيت صينيه تحتها وطلعتها، فردت الفراخ كده علشان تنزل كل الزيت الزياده. جربوا الطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.